السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ اخباركم ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. طبعا امبارح كان عيد الاضحى. معايا كيلو من اللحمة الضاني، هعمله بطريقة طعم المشوي، ولكن هي مش هنستخدم اي شواية خالص، وهتبقى طعمها مشوي وطعمها حلو جدا جدا. معايا اللحمة. طبعا انتوا عارفين ان اللحمة الضاني بتبقى فيها نسبة دسم شوية او دهون كده، مقطعة قطع صغيرة كده، وفي طاسة غويطة او على حلة عادي على النار هسخنها كويس، وبعدين ارص فيها اللحمة كده واقعد اقلب فيها شوية. من وقت للتاني كده هقلب فيها، هي هتنزل ميتها، وبعدين هسيبها لما تشرب المية خالص. هقلبها كده لحد ما تاخد لون ذهبي كده وجميل، لان اللون ده لما بتاخد اللحمة بيديها كمان طعم حلو جدا. هقعد اقلبها كده، وبعد كده لما تشرب ميتها هزودها شوية مية كده بالكوباية يعني، بس يا ريت المية اللي احنا نزودها لها تكون مية سخنة علشان ما توقفش التسوية بتاعتها. ما ينفعش نحط على اللحمة مية ساقعة خالص، او حتى من الحنفية، لازم تكون مية مغلية. هزودها بقى شوية كده، حطيت ورق لورا وحطيت كام فص كده قرنفل، وحطيت شوية فلفل اسود، وهسيبها بقى تستوي في المية دي. هغطيها. معايا دلوقتي طماطمية كبيرة وبصلاية كبيرة وحتة كده من الفلفل. هحط عليهم بهارات لحمة وربع معلقة صغيرة توم باودر وفلفل اسود، وظبط الملح طبعا بتاعها. ضربت الطماطم والبصل ده في الكبة وحطيت عليهم كل التوابل دي، وهنقلبهم كويس جدا مع بعض. التتبيلة دي يا جماعة بتدي اللحمة طعم يعني حكاية، والله لما تجربوها هتحبوها جدا جدا. خلاص اللحمة كده دخلت في سوا. طبعا انا سايباها فترة يعني وقت التسوية اللحمة العادي، سبتها خالص لما استوت خالص، وكل شوية كنت باخد بالي منها، ولو احتاجت مية كنت بحط لها مية مغلية لحد لما استوت. هحط عليها التتبيلة دي واقلبها كويس جدا يعني عشان كل حتة كده تشرب من التتبيلة. اقلبها كويس كده واغطيها، واسيبها لما تشرب بقى من التتبيلة دي لحد ما احس ان المية بتاعتها بدأت تنشف خالص. هي كده استوت خلاص. بصوا المية نشفت خالص يعني، فيها حاجات بسيطة بس من تحت. ولعت فحماية بقى كويس جدا، وحطيتها على ورق فويل واي نقطتين زيت او اي مادة دهنية يعني، وهحطها عليها واغطيها زي ما انتم شايفين كده حوالي دقيقة او دقيقتين لما تاخد ريحة الفحم. دي يا جماعة بتديها طعم حلو جدا، والله كأنكم شاويينها على الشواية بالفحم بالظبط. حلوة جدا جدا، هتعجبكم. لو عجبتكم الوصفة يا ريت تعملوا لي لايك واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد من فيديوهاتي. كان معاكم تيسير عبد النور، وكل سنة وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.